بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا اللقاء المباشر والخاص والمتميز ننقلكم مباشرة من عين الإبل. معنا الأستاذ الأخ أحمد الود، رئيس جمعية سنابل الخيرية بعين الإبل. هذا اللقاء يندرج تحت أو بعنوان لقاءاتنا اليومية أو الليلية التي نبرمجها مع هؤلاء الذين يقدمون الكثير للمنطقة عموما، وخاصة إذا جاء أو يكون العمل في خدمة القرآن الكريم، أهل القرآن وخاصته. يحضر معنا في هذا اللقاء الطالب عماد بورزقة، وهو طالب من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. معنا كذلك الطالب المتميز والمتألق شنقاش محمد، كذلك من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. معنا كذلك ود أبو بكر الصديق و قهيري الطاهر، طالب كذلك من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى، ومعلم القرآن الكريم بن أحمد عبد الرحمن، والطالب الأشهبي حمزة من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. ويحضر معنا الأستاذ الفاضل أحمد بورزقة والحاج عبد الحميد بن سواف. هذا اللقاء لقاء متميز، فنحن في جلسة مع أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بداية، كيف هي الأحوال أستاذ أحمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في نعمة وعافية وستر، ومتشرفين بكم مع الإخوة الضيوف، وأهلا وسهلا بكم. وراكم أخوال دراريتم، راكم موالين دار. كيف كانت طفولة أحمد الود؟ طفولة أحمد الود طفولة عادية كباقي أترابي وأصحابي وإنتاجي. طفولة عادية، تربيت في عائلة كبيرة مع إخوتي وفتاتي، والحمد لله. والدي أو ما والأم والوالدة والوالد أحياء، يحفظهم إن شاء الله. أعاننا الله سبحانه عز وجل على طاعتهم. كانت عادية جدا. الأخ أحمد، درست في بداية طفولتك في الكتاتيب. نعم. عند من درست؟ درست في ذلك الوقت في السبعينات، كانت الكتاتيب قليلة، مش كما هذا الوقت. درست عند الحاج دحمان جد بكر، حاج دحمان الود، الله يرحمه إن شاء الله. الله يرحمه ويسع عليه إن شاء الله. درست عند سي قويدر الود، اللي مسمين عليها المدرسة القرآنية اللي فيها الطلبة هذون. ودرست عند الحاج بالقاسم طيبة، ودرست عند عبد الهادي صح. هذون 4 كتاتيب درست فيه. ودرست ثاني في الزاوية الطاهرية تاع مسعد. طبيعة الحال في الكتاتيب معروف بطريقة ضرب متميزة في الكتاتيب. ماذا يسمون هذه الطريقة في المسائل؟ الفلقة. أخذت الفلقة. كانوا المطرق تاع الشيخ تاع عم سيدي كانوا بعينيه، يضربك في وسط الدراري يضربك. اي كان، والحمد لله رب العالمين ما كنا. بالعكس، كنا نكن لهم التقدير والاحترام والتبجيل، وهم كيف لا، وهم اللي علمونا أول الحروف اللي انطقها الإنسان، علموه هذا المشايخ رحمة الله عليهم. ديت الفلاقة شوية. أكيد. كنت مشاغبا. يظهر عليك الهدوء وليس الشغب. أي، انقلب الحال. أصبحت هادئا ورزينا. الحمد لله. في الطفولة كنت حركيا ومشاغبا. نعم. هل وقعت لك حادثة وأنت طفل في الزاوية الطاهري مع معلمك؟ نعم. وهذه قصة دائما ما أحب أن أذكرها، وأذكر شيخي، احنا نقولوا له الدمدي، هو قال اسمه عباس. عباس، نعم. عباس مسع، تعرفوا؟ عباس دمدي. عباس دمدي.
انا كي رحت للزاويه كنت مجبر او مكره اني نروح للزاويه. كنت حاب نقرا ليكول وكذا. فكي داني الوالد للزاويه قعدت نبكي حال الصغار، قعدت نبكي. فهذا الدمدي بالذات الله يذكره على خير ان شاء الله، ربي يحفظه ان شاء الله. جاني شدني هاك ومسح لي دموعي، قال لي تذكر انني او ذلك الشخص الذي مسح دموعك يوما ما. وجمل معايا القش كذا وجيت راجع للدار، وتلاقيت معاه بعد اكثر من 25 عام. تلاقيت معاه ذاك النهار في مسعد في دمدم وذكرت له الحادثه وما هوش تذكرها هو، ما هو تفكرني ما هو تذكر الحادثه. ذكرناها وذكرنا كثير من الاشياء. كان ربي يجازيه ان شاء الله كل خير، ربي يجازيه كل خير. من المدرسة القرآنية إلى المدرسة العادية أو التعليم العادي. في أي ابتدائية بدأت؟ ابتدائية خميستي محمد، أنا بعين بل. أي درسنا كان المعلم تاعي قويسم محمد، خدم ثاني قويسم محمد، الحاج محمد قويسم. الحاج محمد قويسم هذاك كان المعلم تاعنا. درست في خميستي محمد هنا في عين بل. 5 سنوات أم 6 سنوات؟ 6 سنوات. أساسية. 6 سنوات أساسية. غير الحاج محمد قويسم، من درسك في الابتدائي؟ قراني السبخاوي قرانا واحد شهرين ولا 3. قراني في الفرنسي سالت أحمد، وقراني بالنعوم سعيد فرنسي. كيف كان يعاملكم المعلمين آنذاك؟ كان مثلهم مثل معلمي القرآن. كان كثير. أنا لحد الآن قويسم محمد شيخي هذا أستاذي معلمي، هو من أقاربي، كان متزوج بنت خالتي. لحد الآن كي يجي عاق في زقاق بدل زقاق لحد الآن. وديما نتعرض معاه لأن بحكم القرابة عارفة زوج، حتى زوجته الأهل ما يحطوليش معاه الماكلة لأنه ما عارفيني ما ناكلش قدامه لحد اليوم. أي. وبالمناسبة هذه ثاني مش عارف مفروض مرة قال لي اجهد يا جماعة، بصح نظن ما تشيعش في السنة. رانا في هذه الأيام القليلة إن شاء الله اللي قرينا مع بعضنا في 87 كان الخامسة 87 في مازال واحد 10 أيام إن شاء الله نلتقوا كابل مع بعضنا 26 واحد مع المعلم قويسم محمد إن شاء الله. معقول نديروا اليوم مع بعضنا لقاء حميمي مع المعلم الأول. مع المعلم الأول ونرجعوا للقسم. وكثيرا سبقنا هذه التجربة، سبقونا إليها. معقول نديروها إن شاء الله في هذه الأيام. وستكون هادئا يومها ولن تكون مشاغبة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أكيد بإذن الله. بعد الابتدائي إلى المتوسط. نعم. أين درست المتوسط؟ متوسط السبخاوي السبخاوي في 91 كان وقتها الصحوة الإسلامية، ومثلي مثل غيري تأثرنا كثيرا بهذه الصحوة، وأنت شاهد وأحد الشهود في هذه الفترة، وكنت من المربين الذين رسموا لي طريق في ذلك الوقت. الأستاذ حامدي سعد، كل الاحترام والمحبة من عائلة حامدي. يسلم عليك حامدي سعد الأستاذ. عليك وعليه السلام. حميميد محمد بالخير، السلام عليكم، ربي يحفظكم ويسعدكم جميعا. وذان عبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لي الشرف أن أشاهد هذه الوجوه الخيرة وهم من حفظة القرآن الكريم، ربي يبارك فيهم جميعا، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد. والسلام لك أستاذ بلال. شكرا لك وذان عبد القادر. نفط عز الدين، السلام عليكم أستاذنا بلال، كاش نشاطات بعين الإبل راني متواجد وننشطوا له الحالة إن شاء الله رب العالمين. هذا نفط عز الدين عنده جمعية مآثر مسعد، ومن أحد الشباب الناشطين في عدة مجالات، فهو مدعو من الآن إن شاء الله. الأستاذ أحمد، نواصل. درست المتوسط، هل ممكن نعرف الأساتذة الذين درسوكم في المتوسط؟ هم كثر، منهم البباح بلة، منهم الأستاذ روينا خيرة، منهم الأستاذ بريدة بالعباس الفرنسية، منهم قبشة بن عيسى ذكر الله بكل الخير والأدب. الرياضيات نسيت والو، كبرنا رانا والو، والله ما أتبالو نسيتهم والله نسيتهم. كثير من الأساتذة، وراك نوقع في إحراج إذا ذكرت بعض الأسماء، وهم أساتذة ربي يجزيهم كل خير. لا، لكل الأساتذة أسماء عبارة الشكر والتقدير والاحترام. أكيد.
الآن معنا الطالب الجامعي، هو طالب جامعي كذلك في جامعة الشهيد زين عاشور، محمد الأغواط مرضليجي. قلب هذا كان زين عاشور. لا ذاك راه في الصحة، نجح في الصحة شبه طبي. إذا ستصبح ممرضا إن شاء الله. والمريض إذا كان ما يحتاج طبيا آيات آيات من القرآن الكريم فيشفى بإذن الله إن شاء الله. أتحفنا بآيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. عودة إلى الأستاذ أحمد. الأستاذ أحمد بعد المتوسطين الوجهة ثانوية بالأبيض قويتر. كنا الله أعلم أول دفعة اللي فتحنا هذا المآية 95. لا ماشي 95، 93 الله أعلم 93 نحن باقي 95 93 في ثانوية بالأبيض قويتر. درستم. هل ممكن نعرف من كان الزملاء المقربين إليك في الثانوية؟ يا شيخي مثل هذه الأسئلة تسبب كثير من الإحراج، لأنه بدون إحراج. لأنه كثير من الزملاء راهم يتابعوا فينا وكي تنسات عينات، والقائمة دائما تعود طويلة معروفة هذا. وكاين أحمد دشبي مدير الابتدائية هنايا، كاين بن عيسى بريش، كاين سعادة الأخضر، خذيري حريزة عمر، كثير من الزملاء أيضا ما زلت في تواصل معهم وروابط الأخوة ما زالت كما هي، ودائما في زيارات متبادلة بيننا. 3 سنوات في الثانوية. نعم. بعدها راني هذاك كملت اللاحور برك نهائي وخلاص. ما زلتش كملت. صح. ماذا صنعت بعد النهائي؟ نهائي دخلت الحرس البلدي. نعم دخلت الحرس البلدي في المجبرة في ابريل 96. ومن بعد تحولت للعلومية في سبتمبر الله اعلم 96 الى 2012 خرجنا تقاعد. ما حكايتك مع الكشافة الإسلامية الجزائرية؟ الكشافة مدرسة إعداد الرجال. الكشافة صقلت في كثير من المواهب حتى وكنت أنت من القادة الذين تربيت على يدهم. الكشافة مدرسة الرجال. الكشافة دائما ما عندما تذكر الكشافة استحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم.
هذه اللي تقريبا تعلمناها في الكشافة، أننا الواحد يتكل على روحه، يتكل على روحه. وهذه تقريبا الكشافة. وطبعا الأخلاق والصداقات اللي ربطناها في الكشافة كانت قوية جدا. وأنت كنت أحد قادتي. ولحد الآن هناك علاقات. أكيد أكيد. قائد درنا فوج الرجاء في 91، وكان هات الخير هو قائد الفوج، وأنا كنت أحد المؤسسين لهذا الفوج. ولحد الآن عاودنا بعثنا للفوج من جديد بعد انقطاع أكثر من 15 عام. والقائد على من حسن الحظ أن قائد الفوج الآن هو بكرة هنا متواجد معنا. سنتحدث معه بعد قليل. سنصل إليه إن شاء الله. إذا أنتم سلمتم المشعل لهؤلاء الشباب. نعم. فحان الوقت أن تسلموا المشعل. نعم. سلمتوه فعلا. نعم. هل الآن نقول هل فعلا أنه حان الوقت أن يتسلم الشباب المشعل اليوم؟ أكيد. من الضروري من الضروري أنه يسلم المشعل. ما عادت تلك التقاليد القديمة التي كثيرا ما تشبث الكبار بالمناصب وبالمسؤوليات، ما عادت تفيد هذه الأشياء. ما عادت تفيد. لا بد أن يكون هناك تسليم جيلا بعد جيل لهذا المشعل. وهي الحق راها مشاعل كثيرة وليس مشعل واحد. في عجالة، هل ممكن نعرف ما هي النشاطات التي كنتم تقومون بها مع الكشافة آنذاك؟ الكشافة الجزائرية طبعا رحلات، المسرح، هذا ثاني كان عندنا في الأناشيد، المخيمات، تقريبا هذه النشاطات. كنا نحيو أيضا في المناسبات الوطنية، هي المناسبات الوطنية والدينية ثاني كنا دائما حاضرين مع السلطات المحلية ومع من يحتفلون بمثل هذه المناسبات. بن أحمد محمد، ربي ينور دربك، حبيب الفقراء. ربي يحفظ. هذه صفة من حسن ظنه. تحياتي للحاج محمد، ربي يحفظه إن شاء الله. حبيب الفقراء هذه صفة يتصل بها أحمد الود. نسأل الله إن شاء الله القبول. آمين. نسأل الله. الله يعود إلينا كذلك بن أحمد محمد، الله ينور دربك، صانع فرحة الأيتام، وهذه الصفة الثانية. الله يجزيك. تحياتي لك حاج محمد، ربي يحفظك إن شاء الله. فرحات لخنش، فرحة الزرويل تعرف. نعرف. منشد مسعد وصاحب يقعد ما يعرفنيش ذاك راني صاحبي ما يعرفنيش أكيد. إذن هو يشاهدك الآن ويتحدث معك عبر هذه الشبكة. ربي يحفظك. فرحات الزرويل بلغ سلامنا إلى الأخ أحمد، وقل له يقول لك فرحات الزرويل المنشد أنا ما عندي حتى مآثر ما عدا البنادير. ربي يبارك إن شاء الله. إذا حب درك نكون هناك في لمحة البصر. الله يحفظك إن شاء الله. تحياتي لك فرحات، ربي يحفظك. لأن نعرفك في 89. نعرفك في 89 وعارف لساني راني عارف. حمود طوال. الله يحفظك. حمودها طوال. كنا قبل في سيرت. يا سي بلال قال لك رانا ما قطعتش الفيزا وما خبرتنيش راك تتخطى. هذه بيناتك. إذن سلامي لأخي وحبيبي السي أحمد حفظه الله ورعاه. هل هناك طالب آخر يتحفنا بآيات بينات؟ حمزة. نجي هنا حمزة. الأخ أحمد بوعكار، السلام عليكم، بلغ سلامي للشيخ وعلى جميع الحضور. الحاج بوعكار عرفته. عليكم وعليه السلام، ربي يحفظك الحاج. بن أحمد محمد، ربي يحفظكم ويستركم ويثبتكم ويسدد خطاكم. آمين يا رب العالمين. سعيد حمرش. الزميل سعيد حمرش. سعيد يا ربي يحفظه إن شاء الله. السلام عليكم أيها الزميل. نعم. إذن زميلك هذا زميلك. ربي يحفظك إن شاء الله سعيد. نحول الآن إلى الطالب الشبي حمزة
حمزة ابن عبد المطلب، أتحفنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. عودة إلى الأستاذ أحمد حلباوي عمر فاروق، سلم على الشيخ أحمد. عليك وعليه السلام. إذن عندما يذكر اسم الود أحمد يذكر اليتامى، يذكر الفقراء والكثير من هذه الأعمال الخيرية. هل ممكن نعرف كيف كان دخولك إلى هذا العالم؟ طبعا هذا الشيء من منذ الصغر الواحد، إلا أنه كان انقطاع في وقت العمل لظروف العمل، أنه الواحد ما قدرش يقوم بمثل هذه الأعمال. لكن بعد التقاعد مباشرة رجع الابن إلى مدرسته، ودرنا هذا الاسمه. الحق هي كانت تقريبا الله أعلم في حدود علمي، الواحد ما يعودش ظالم بالله، انه قبل ان نديروا هذه الجمعيه ما كانتش قبلها، كانت الله اعلم ما كانتش كاينه شيخ، والله لا خاطر الله اعلم كاش مبادرات فرديه كاينه صح، لكن بالشكل المنظم وبشكل جمعيه. وكانت مبادرات فرديه رائعه، كانت كثير من المبادرات الفرديه ياسر، ولحد الان رانا ما لحقناش عشرها في نشاطاتنا رغم هذه السنوات. لكن كنشاط في جمعيه كان الله اعلم نظن احنا فالحمد لله رب العالمين بتوفيق من الله سبحانه عز وجل قدرنا نخفوا كثير من المعاناة على هذه الفئة، خاصة الأيتام، خاصة الأرامل والأيتام الذين يعانون معاناة في صمت كبير. وربي إن شاء الله تقبل إن شاء الله. إن شاء الله أجمعين إن شاء الله. أستاذ أحمد، سنابل، جمعية سنابل الخيرية، أولا كيف جاءت الفكرة لتأسيس الجمعية، ولماذا سميتها أو سميتموها بسنابل؟ هي أصل التسمية من الآية الكريمة في كل سنبلة 100 حبة ويضاعف الله لمن يشاء. لعل الله سبحانه عز وجل يضاعف لنا الأجر. الفكرة جاءت من توحيد الجهود وجعل هذه المبادرات الفردية في قالب أو في تنظيم معين. وطبعا التنظيم هذا له خصوصياته وله أساليبه وله، فكان العمل مثمر أكثر. نعتقد أنه كان العمل مثمر لأنه كان في إحصاء وقوائم وتحري على التحري على العائلات اللي رانا شنو احنا رانا ما نحن إلا وسيلة بين المحسن والمحتاج أو الفقير أو الأرملة أو فقط وسيلة لفعل الخير. الآن أنتم باسم جمعية سنابل الخيرية. نعم. محلية. هو شوف في إن الله سبحانه عز وجل اعتبروا أن الظهور ابتلاء من الله سبحانه عز وجل،
ولعل الذي إن شاء في حكمة عطائية إن شاء الله أظهرك أو أخفاك. فأنا أرى أن الله سبحانه عز وجل ابتلاني بالظهور، وأسأل الله سبحانه عز وجل الإخلاص والقبول. فكثير من الناس أو جنود الخفاء يعملون ما نقولكش ليل نهار، يعملون في دائبين على مثل هذه النشاطات ومثل هذه المشاريع اللي منها الأيتام والأرامل وكثير من الأشياء. ربي أحييهم أيضا، هذا الجنود الخفاء ربي يتقبل منهم إن شاء الله. إذا أحب الله عبدا استعمله. نستعمله إن شاء الله، ربي يستعمله إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. لأن جمعية سنابل لها جانب الخيري والجانب التعليمي لكتاب الله سبحانه وتعالى. كم مدرسة في سنابل؟ يعتبر القرآن الكريم من أهداف الجمعية، أو يعتبر ذروة سنام للنشاطات تاع الجمعية. فالتعليم القرآني، نشاطات الجمعية قبل اهتمامنا بالقرآن الكريم كانت، قالوا مش عارف شنو يقولوا، كانت زي. وبعد اهتمامنا بالقرآن الكريم فأصبح أمر آخر. أفضل القرآن الكريم بركة كبيرة على أعمالنا، وعلى حتى على حياتنا الشخصية. كان للقرآن الكريم الأثر الكبير في أولادنا، في معيشتنا، في كل شيء، حتى في نشاطاتنا في الجمعية أصبحت بركة كبيرة جدا. كم مدرسة قرآنية؟ عندنا 12 مدرسة قرآنية. 12 مدرسة قرآنية يدرس في هذه المدرسة أكثر من 400 طالب وطالبة. وأعطيهم أساتذة؟ أساتذة، وحاضر الشيخ عبد الرحمن، وهو ربي يجزيه إن شاء الله، وهو من المجتهدين، ربي يحفظه إن شاء الله، ربي يتقبل منه، وختم على يديه عدد كبير جدا من الخاتمين. آمين. ربي يحفظه. وأحيي أيضا المعلمين القرآن الذين هم على هذا الثغر الكبير، سائلين الله سبحانه عز وجل أن يتقبل منهم أعمالهم ويرزقنا وإياهم الإخلاص إن شاء الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله. يعود إلينا فرحات زرويل، وأنت تعرف فرحات زرويل. والله الحاج أحمد، دوامة الدنيا أنستنا الأحباب، لكن الشيخ بلال يذكرنا دائما بفهرسنا وبعض من التاريخ. فعفوا سيدي أحمد، طوبى لك خدمة كتاب الله وتعليم الأبناء، حفظ كتابه عز وجل. يكفيك ما قاله سيد البشر والعالمين: أنا وكافي اليتيم كهاتين. شم لكم سيدي مرة أخرى، والأستاذ بورزقة كذلك، التوفيق والسداد إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، الآن نتحول للأخ بكر، الأستاذ بكر، الود بكر الود. أنت اليوم قائدا لفوج الكشافة الإسلامية الجزائرية بعين الإبل، تسلمت المشعل من هؤلاء الرجال. كيف هو العمل في الكشافة الإسلامية الجزائرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل ما نقول المشعل تاع الكشافة الإسلامية الجزائرية، كنت شبه فوج الرجاء قيادة الأستاذ العجال عزيز والقائد أحمد بن جدو، كانوا معهم قادة أخرين ياسر، لكن ما كانوش من القادة القدم، هذو كانوا قادة جدد. وبعدها الفوج في 2010، من 2007 ل 2010 انقطعت الكشافة في عين بل، حتى طلع واحد العامين هاك عاود تراجعت. الشيخ أحمد الويد كانت عنده نظرة أنه الكهول خلاص يتوقفوا، لازم يسلم المشعل الشباب. طاب جنانهم. صحيح. واقترح مجموعة من الشباب، اختارهم من الطلبة نتاع الجامعة، وكان لي ناشطين كانوا في الجمعية، وتربوا على يده، واختار هذه المجموعة وزكاها وتم تأسيس الفوج. الآن راكم تنشطوا باسم الفوج. إيه. عندكم مقر؟ لا، المقر حاليا مازال ما عندكمش مقر. ما هي ممكن تحكي لنا شوية عن النشاطات اللي
درتوها بعد إعادة إحياء الفوج من جديد. أول نشاط درناه بعد تأسيس الفوج مباشرة كان مطعم عامل سبيل في واد الصدر. هذا النشاط الأول وكان النشاط المميز. شحال كنتوا تفطروا واحد؟ إيه؟ شحال كنتوا تفطروا؟ الحصيلة تاع المطعم في عام هاك لحقت 6000 عابر سبيل في رمضان. إيه. ممكن تعطينا ماذا أنت اكتسبت من الكشاف الإسلامي الجزائري؟ شنو الحاجة اللي تعلمتها، حاجة مهمة تعلمتها في الكشاف الإسلامي الجزائري؟ أهم حاجة تعلمتها الكشافة أنك لازم تكون إنسان مليح، لازم تصفي النية نتاعك عمل الناس، ما تكونش أناني، تحلى بالأخلاق، الناس قاعد تشوفها خواليك، مش ما تعدك ذيك الأنانية وحب النفس لازم تكون إنساني صح واجتماعي لازم تعود اجتماعي. شكرا للأخ بكر. نعود إلى الأستاذ أحمد. الأستاذ أحمد الود، عندما يأتي هذا الاسم في عين الإبل، عندما تدخل إلى عين الإبل وتسأل هل تعرفون أحمد الود، الكل يعرف هذا الرجل. من أين اكتسبت هذه المعرفة هذه للناس؟ لعل الجمعية، لعل النشاطات الجمعية هي التي ما نقولش أكسبتنا، هي التي زرعت هذا الحب أو هذه المعرفة في قلوبهم وفي أذهانهم. ربي يحفظهم إن شاء الله ويبارك فيهم. كيف يستطيع الإنسان أن يدخل إلى قلوب الناس مباشرة؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، هو نسأل الله سبحانه عز وجل أن يكون الواحد معروف في السماء. إن شاء الله ربي، إن شاء الله نعود معروفين في السماء كما نحن معروفون في الأرض، إن كان على حساب قولكم وعلى حساب ما يقال. سؤالك صعب جدا. لعله الإخلاص إلى الله سبحانه عز وجل، لعل تجديد النية في كل وقت حين، لعله تصفية هذا القلب من أمراضه، تصفية هذا القلب من أمراضه أو أمراض النفس. لعل الإنسان كي يحارب نفسه التي بين جنبيه من أمراضه العديدة، منها الكبر والغرور والرياء لعله عندما يحارب هذه الأمراض التي تصيب النفس يبعث الله سبحانه عز وجل حبه في قلوب الناس. عيسى المباركي، هذا رجل من رجالات الحماية المدنية. السلام عليكم أهل عين البل الزينين. تحياتنا. مصطلح معروف، كلمة الزينين معروف. ويعود إلينا كذلك الأخ المباركي. سلم لي على عائلة مختاري والمغربي. إن شاء الله. بالخير هتات بالخير هتات قائد الفوج الرجاء. أخي ذكرته قبل قليل. السلام عليكم، ربي يحفظك سي بلال على نشاطك الدائم، خاصة على هذه الالتفاتات مع أخي وحبيبي أحمد الود، الذي عرفته من صغره بأخلاقه وحبه لعمل الخير، بدايته من أول انطلاقه لفوج الكشافة سنة 1990 إلى أن داتو علينا واش هذه اللي داتو عليا الحرس البلدي. نعم. إلى الآن ما زال في عطائه، نسأل الله له الثبات وأن يقويه على عمل الخير إن شاء الله. تحياتي لقائدي وأستاذي الحاج خير هتات، ربي يعوض إن شاء الله. فهو أيضا من الرجال الذين كانت لهم بصمة كبيرة في حياتي، وهو أيضا كان من الذين رسموا لنا معالم الطريق. ربي يجزيه كل خير، رب إن شاء الله يحفظه ويمده بالصحة والعافية إن شاء الله، وخاصة مع ابتسامته العريضة تلك. ما شاء الله. ربي يحفظه إن شاء الله، ربي يبارك فيه. وهذا المدخل الذي قد يكون الابتسامة دائما هي نعم. من أقوى الأشياء التي تؤثر في الآخرين، هي أن يكون الإنسان دائما مبتسما، فالابتسامة صدقة. ويسلم عليكم الأخ بالخير هتات كذلك الحضور. مصطفى معاش من الود معرفة أحمد الود.
الله يحفظك سي مصطفى. هذا تعبير دقيق جدا. من الود معرفة أحمد الود، وود الود من لا يود الود فليس له ود. الله الله. إذا ربي يحفظك مولانا مصطفى، ربي يجازيك ان شاء الله. هو ايضا هذا الرجل من الرجال العظام، هو على سنه يعني عارف كبير، حفظ القرآن الكريم. الله يبارك وحفظ ختم من حوالي أقل من عام، وما شاء الله عليه ما شاء الله. هذا الرجل فاضل، ربي يجزيه إرادة قوية جدا، وحبه للقرآن بعث فيه كثير من الأشياء، وحفظ القرآن على كبار سنه على رغم مسؤوليته الكبيرة، ولكن حفظ القرآن. ربي إن شاء الله يحفظه إن شاء الله، ويدعينا معاه ويكتبنا، لأنه حافظ القرآن هذا يشفع فيه نسيت شحال 70 وغيره، الله 70 واحد من هذا المنبر ندعوه أو أدعوه أنه يكتبني في القائمة تاع 70. يكتب لها كاع على أنا نهضر كاع يكتب لها كاع. وانا الحق راني طلب التوعية تاع المدارس دائما كاع نكتب، لا لازم يكتبون شرط، داير معاهم وثيقة عهد باللي اللي يختم يكتب لي في القائمة إن شاء الله. ربي يحفظك. إذا الآن ننتقل إلى الطالب طاهر ماذا؟ قهيري قهيري. طاهر. نستمع إلى هذا الطالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حفظك الله ورعاك وسدد خطاك. عدنا إلى الأخ أحمد السياحي العيد. السلام عليكم أساتذتنا، لكم منا كل الاحترام والتقدير. عليكم السلام. ربي يحفظك شيخي. ربي هو أيضا خادم القرآن الكريم في سيد العجال. عنده مدرسة قرآنية، عندهم كثير من الخاتمين والخاتمات، الله يحفظهم إن شاء الله وربي يتقبل منا إن شاء الله. آمين. خريج جامعة الأغواط. نعم. تحياتنا للأخ العيد، ويسلم عليك كذلك الأخ الأستاذ أحمد بورزقة. عطية محمد الزراق عطية الشيخ الود، لك منا تحية تقدير واحترام. حياك الله حياك الله. ربي مبارك بن دراع، كل التقدير والاحترام للرجل النبيل، حباك الله مكرمة وجزاك كل خير وأحسن إليك وأحسن إلينا كذلك. إن شاء الله. ما شاء الله. إذن الآن هل ممكن نعرف ما حققته الجمعية في القرآن الكريم؟ نعم. احنا في خلال هذا فتحنا أول مدرسة في 2014. 2014 كانت أول مدرسة الله. هي قبلها كانت مدرسة السي قويدر، قبل اللي راح الشيخ هاو حاضر. لكن في مشروعنا الجديد كانت المدرسة اللي درناها 2014 مدرسة سي بالخير من طهاس، وحي من هذا المنبر الشيخ نعوم
ربي يجازيه كل خير. حققنا في مدة هذه من 2014 حتى 2017 أو 18 أول دفعة حفظت كتاب الله سبحانه عز وجل. 17 حافظ ودرنا حفل بهيج يليق بمقام هؤلاء الفرسان القرآن الكريم. طبعا راه معروف الفيديو في صفحة بلال والشيخ بلال، وأيضا نقلت كثير من القنوات. وصلت الفيديو المسيرة وصل لأكثر من 1,600,000 مشاهد. نعم. والزفة أيضا يعني وصلت تقريبا أكثر من نصف مليون مشاهد. هذه 17 خاتم لكتاب الله. وطبعا قلنا طلبة القرآن لا يتلقون فقط القرآن الكريم، هم أيضا يتلقون في الحديث يدرسون القرآن أو يحفظون القرآن بالأحكام. المتون كذلك. المتون أيضا متن ابن عاشر في الفقه، متن الجزرية، متن تحفة الأطفال في الأحكام. يتلقون كثير من العلوم، حيث كي يتخرج هذا الطالب يصبح له زاد في القرآن وعلومه. أنا حاسن بهم الظن إن شاء الله، ربي يبارك فيهم. وهم عندما يرى الإنسان هذا الزرع أثمر يسأل الله سبحانه عز وجل القبول. يسأل الله عز وجل. مسعود الأخ مسعود بن أحمد، سلامي وتحياتي مع كل التمنيات بالتوفيق والنجاح لكم ولجميع من هم سائلون على هذا الدرب. ربي يحفظه إن شاء الله. مسعود ربي يجزيه إن شاء الله. خالد محمد الفائد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير الأخوة الأفاضل. مساء النور ربي يجزيك إن شاء الله. هل كم مدة يتطلبها الطالب لكي يتقن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ والحفظ القرآن الكريم في المدارس القرآنية، وما يتميز به المدارس القرآنية التي نشرف عليها وعلى هي أنهم يزاوجوا بين الدراسة في المدرسة النظامية وفي المدرسة القرآنية. بالمناسبة أنه يذكر الواحد حاجة هيك من التجربة هو أنه ملي كان عندنا 200 طالب. الشيخ الطيبي ربي يجزيه إن شاء الله كل خير، أيضا هو مشرف على المدارس القرآنية، ربي من هذا المنبر أحييه تحية كبيرة جدا، وهو رجل عظيم، رجل وهب نفسه إلى خدمة كتاب الله. فدرنا دراسة على 200 طالب. هذا راها جد مناسبة المزاوجة بين المدرسة القرآنية والمدرسة النظامية. فخرجت لنا 3 حالات. الحالة الأولى أن الطالب اللي متفوق في الدراسة النظامية هو أيضا متفوق في القرآن الكريم، وهذا الحالة العامة والحالة الطبيعية والأغلب في الدراسة اللي درناها. الحالة اللي أقلها هي أنه يعود متفوق في الدراسة النظامية وضعيف في الدراسة في القرآن الكريم والعكس. فالحق درنا حلول استعجالية، الحمد لله أتت أكلها وأتت ثمارها. اتصلنا بالمدارس النظامية، اتصلنا بالأساتذة المدراء. لا هذا اللي قلنا له هذا الطفل راه يحفظ القرآن الكريم ومجتهد ويحفظ بسرعة، فهراكم ثم ما. فوجدنا أو رصدنا وسجلنا أغلب المشاكل هي مشاكل اجتماعية، فقر، يتم، هذه المشاكل، وفيها مشاكل نفسية، لكن الأغلب أنها مشاكل اجتماعية. حاولنا قدر الإمكان تعديل الكفة، أعطيناهم درنا لهم دروس دعم وشرينا لهم مراجع وكذا، فاعتدلت الكفة. فأصبح، وهذا طبيعي أنه المتفوق في القرآن أو الحافظ لكتاب الله هو المتفوق في الدراسة. الحمد لله اعتدلت الكفة، وأغلب الحافظين لكتاب الله متفوقين في الدراسة الحمد لله. الآن معنا المعلم الفاضل الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد عبد الرحمن. شو يجيك بن أحمد محمد؟ نعم، وانا ابن تاعنا تاعكم ما يجيش بن أحمد محمد تاع مسعد خطير يا خطير.
متى بدأت تعليم القرآن الكريم؟ سنة 2016 2016. في مدرسة الوثيقوت. كمعلم للمدرسة القرآنية، ما هي أنواع العقليات التي تعاملت معها بالنسبة للتلاميذ كي يجوك؟ الحفظ العقليات يجوك بطبيعة الحال ما يجوش كاع متفوقين جميعا وما يجوش ضعاف كاع جميعا. الحالات اللي جاتك أنت كاين مجتهد وكاين اللي ناقص وكاين نساعدهم كاع وتتعامل معهم جميعا. دير الفلاق ولا ما ديرش الفلاق؟ نعم. إذا الفلاق ما عادكمش تقول الفلاق ضرب. نعم. إذا هناك المعاملة الآن أصبحت في مكان الفلاقة هي المعاملة. الصحبة. المعاملة نعم. المعاملة الطيبة. يقولوا باللي دائما التلميذ أو الطالب يقلد معلمه. هل هذه حقيقة؟ كاين أثر. كيفاه مثلا أعطني مثال. كاين في تقليد الصوت، كاين في كاين عندك اللبسة، كاين عندك الحركات، كاين عندك. وقلدوك، كاين تلاميذ قلدوك. كاين قلدوك. في ماذا قلدوك؟ يشوف طريقة الحفظ. طريقة الحفظ. كما نقرر يمكن نبعث واحد يقرر كما الطريقة. كيفاش طريقتكم؟ هل أنتم تعلمون التلاميذ الآن بالطريقة التقليدية القديمة أم بطريقة حديثة؟ مصحف. اللي كانت اللوحة ويكتب الطفل الثمن ويحفظ ويروح يمحي وهكذا. كاين يدير اللوحة وكاين يدير بصح اللوحة ناقصة. بصح من الأفضل في تحفيظ كتاب الله؟ اللوحة أم الطريقة الجديدة الآن؟ الجديدة جات ناس. ناجحة. جات ناس. بماذا تنصح الشباب؟ ننصحهم بحفظ القرآن الكريم فقط. هذا مكان. شكرا سيدي الكريم. العودة إلى الأستاذ أحمد. الطريقة التقليدية والطريقة الجديدة. أنت درست بالطريقة التقليدية. نعم. والآن راك تشوف الطريقة الجديدة عبر أدرس فيها أصلا، أدرس أيضا بالطريقة الجديدة. هو كل من الطريقتين لها سلبيات وإيجابيات. هو الإيجابيات في اللوحة والطريقة التقليدية القديمة، إيجابيتها أنه الطالب يعود منتبه، مع الانتباه يكون أكثر، يعود مع المعلم القرآن لأنه به يسمع به يكتب. هذا أمر. الأمر الثاني الخط، تحسين الخط. الطالب في اللوحة خطه يتحسن. لكن سلبيتها أنه يعود في الحفظ ثقيل، لأنه يمحي ويعاود كذا. كاينة سلبية اللي هي أراها أنها أهم. الطالب يحفظ في اللوحة كيعود يكرر في المصحف. نعرف أنه الطالب يرسم هذيك الروحة، يرسمها في عقله. صح. عندما وهي مش نفس الصورة اللي في اللوحة هي اللي في المصحف، عندما تختلف عليه الصورتين يهش الحفظ نتاعو. لهذا يرى العلماء الدركاء أنه الكتاب أفضل، لأنه هو يرسم كثير من المرات. تشوف واحد يكرر يمقمض عينيه ويعمل هيك، هو يقلب في الصفحة ذهنيا يقلب في الصفحة. كي تقول له كذا يقول لك الله جات في تحت، أكبر جات فوق. راسم الورقة تاع المصحف رسمها في ذهنه، أصبحت حتى في اللاوعي نتاعو. فأرى أنه المصحف، قراءة من المصحف أفضل بكثير، خاصة في ظل هذه المشاغل اليومية اللي اسمها. فاللوحة صعبة جدا. كيف تتعاملون مع أولياء التلاميذ؟ احنا عندنا تقليد في الجمعية، عندنا دوريا تقريبا كل 3 أشهر أو 4 عندنا لقاء مع الأولياء، وطبعا هذا دليل سجل لقاء الأولياء. نتناقش معهم في الكثير من الأشياء، الجانب المادي، الجانب الشخصي تاع الطفل. لأن بعض المرات ثاني نستدعو الأولياء، لا نستدعوهم قال يا ودي وليدك واش راك بها واش راك لا، لنا لقاءات مباشرة معهم، وكنت ديما نتواصلوا معهم، مع الأولياء. لأنه هذا ما ينجح، ما كان للقرآن الكريم أو المشروع القرآن الكريم أن ينجح
إلا بهذه الحلقات هذه لازم تكون مربوطة. المعلم القرآن، الجمعية التي تسهر على توفير كل الأشياء، البيت اللي يمثلوا الوالد والوالدة وكذا. فهذه حلقات لابد أن تكون مع بعضها بعض به ينجح المشروع. هذا إيماننا بالمشروع القرآن الكريم، إيماننا بهذا الشكل. تتواصل المدرسة القرآنية مع الطلبة في المدارس تاعهم. نعم، تواصلوا معهم. قلت لك اللي درنا تجربة أن تواصلنا، كاين حتى وين كرمناها في المدارس، كرمنا ولادتنا اللي خاتمين القرآن كرمناها في المدارس تاعهم النظامية. علاه؟ نريد أن نبعث رسالة أن يا ناس، لأنه تسرى غير بين الأقران الصغار هذو، قروا وليداتكم القرآن الكريم. والحمد لله كانت رائعة، لأنه بعد فتحنا المدارس تاعنا فتحت كثير من المدارس القرآنية. أصبحت عين بل لا أظن ولا لا أعتقد أن هناك شارع بدون مدرسة قرآنية، الحمد لله. إذا نستطيع أن نقول أن عين البل رائدة في المدارس القرآنية. الله أعلم، هذا بالك تقولها، أنا ما نقدرش نقولها على روحي، على أرواحنا ناس عين بل أصلا ما نشارك. نحن مع غيرنا رانا على هذا الثغر، إن شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله. هل تبرمجون لطلبة القرآن الكريم من نشاطات أخرى؟ أكيد، مخيمات، رحلات، مسابقات، مباريات في كرة القدم. لازم، هذه لازم. أصلا عندنا شق مكتوب، عندنا في المدارس القرآنية عندنا دليل المدارس القرآنية، عندنا دليل دراسات تدريس، ودليل إداري، ودليل مرافقة النشاطات المرافقة للقرآن الكريم، اللي من بينها هذه النشاطات المهمة جدا. أنه الواحد كثير من المرات تكتشف مواهب في خلال هذه النشاطات، تكتشف مواهب كبيرة جدا، فتعمل على صقلها. هذه لا مهتمين بها، هذا الأمر مهتمين به بشكل كبير. القائد أبو بكر، نعود إليك في سؤال. هل في الفوج لكم باب تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى للكشافة الإسلامية الجزائرية؟ قلت لك بما أنه إحنا رانا كاع وليدات الشيخ أحمد، أنا قائد الفوج غير نقرأ عند الشيخ. مش بالطيارة صح. وصيته قلت له بطل موالي. نعود إلى الطالب والأستاذ محمد. أتحفنا بآيات بينات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. معنا الأستاذ أحمد بورزقة. الأستاذ أحمد، وأنت في لقاء كهذا، لقاء رباني وروحي، ماذا تستطيع أن تقولنا في هذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. لا يسعني في هذا المقام الكريم ونحن بين أخيار وأصفياء من الناس من أهل عين البل في هذا المجمع الكريم. لا يسعني إلا أن أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم، وأن يلقون الله عز وجل. كما نعرف أن القارئ القرآن وحافظ القرآن أنه يوم القيامة يقال له ارتقي إلى آخر، في معنى ما أذكر، يعني إلى آخر آية، يعني منزلته
يصل إليها يعني في آخر آية يتوقف عندها. وكما قال الشيخ الود يعني هم على ثغرة من ثغور هذا الوطن، ونحن أحوج إلى هذا العمل. الأمة في حاجة إليه خصوصا في هذه الفترة بالذات. يعني هم على ثغرة، يعني ثغرة الحفاظ على الهوية والحفاظ على الدين والحفاظ على القرآن الكريم. يعني من أشد الأشياء التي يجب أن يعني نقف عندها مليا وجليا، يعني حتى تتلاحم صفوف هذا المجتمع والأمة الجزائرية، لأننا مهددون من قبل يعني أعداء يكونون يعني في أوساطنا في داخل الجزائر وفي خارجها. يعني الأمة مهددة في هويتها، وفي إذا لم نتشبث بهذا ثوابت الدين واللغة العربية كل هذه الأشياء. يعني أشياء حينما قال نحن على ثغر من ثغور هذا الدين وثغور هذا يعني ثغر من ثغور الوطن، حتى يزيد في عزيمتنا. ولعل هذا اللقاء يعني يبث في الإنسان روح جديدة يحيي بها النفوس، نؤمن بها، يعني نؤمن فيها يعني بها في ساعة أو في دقائق. يعني حتى يعني أعتبر هذا اللقاء من أفضل اللقاءات وأعظمها، لأنها تتعلق بكتاب الله عز وجل، الكتاب الرباني الذي يدعونا ويعني فيه كل الخير للإنسان. يعني الكلمات تتلاشى يعني موقف هذا الآن موقف جلل، أن نجد حافظ على كتاب الله عز وجل يعني أطفال صغار لكنهم رجال سيكون إن شاء الله قادة لهذه الأمة لو تحسن الأمة الاختيار في رجالها. لو تختار رجالها لاختارت من هؤلاء الصفوة. ولعل هذه مكرمة من مكارم تنالها مدينة عين بل، أن تكون فعلا رائدة في ولاية جلفة وفي كثير يعني في من المناطق، أنها تكون رائدة في تحفيظ القرآن الكريم. أتذكر أننا كنا في جامعة تعمار خليجي في الأخواط، كانوا معنا طلبة في الجامعة يعني يدرسوا معنا، وهؤلاء الطلبة هم اللي يسيروا في المدارس القرآنية. يعني دائما كنت أتساءل لماذا الجلفة لا تنال هذا الشرف. يعني كانت في السنوات التسعينات، في 90 91 92، يعني في تلك السنوات كانوا يعني كثير كانوا يعملون في تنظيم طلاب، يعني الاتحاد العام للطلاب الحر. يعني كثير من زملائي اللي كانوا معنا في الاتحاد احيانا كانوا نديروا في لقاءات خاصه باللقاءات تاع الفرع تاع الاتحاد العام للطلاب الحر. كثير من اللي كانوا معنا كانوا يسيروا في مدارس قرآنية، تلقاه سنة أولى ولا سنة ثانية تلقاه يسير في مدرسة قرآنية يعني حتى جابوا لنا حافظة القرآن الكريم أطفال صغار، يعني تلقاه 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات يحفظ كتاب الله، وأيضا يتقنه يجيده قراءة. وكنت أتساءل في ذيك الفترة لماذا يعني الجلفة لا تنال هذا الشرف، يعني شيء تغبط عليه مدينة الأغواط. والآن الحمد لله أنا كنت دائما نتابع النشاطات الموجودة في عين بل، ولعل أذكر الفيديو اللي من أعظم المشاهد اللي معناها على الإطلاق، اللي يمكن أصفها بلي ذاك الفيديو اللي فيه الاحتفالية بحافظة القرآن الكريم، ونال شهرة كبيرة جدا عبر الوطن وبثت في الكثير من القنوات. يعني هذه راها مكرمة نالتها مدينة عين بل، اللي المفروض تحذو حذوها الكثير، يعني بلدية ولاية جلفة. يعني على الأقل نغرس في نفوس أبنائنا حب القرآن الكريم، ومن خلال حبنا لكتاب الله عز وجل وخدمته نستطيع أن نتجاوز الكثير من الأشياء. يعني أن تبث يعني حفظ القرآن الكريم، ويعني نجسده أخلاقا في مجتمعنا وفي شبابنا. وهذا يعني هذا اللي حبيت نركز عليه. يعني بهذه الأشياء يمكن أن نحصن الأمة تاعنا، يعني الأمة يعني على الأقل وطننا، وثم الأمة جمعاء الأمة الإسلامية نحصنها بدينها وبالحفاظ على كتاب الله عز وجل. يعني حتى تكون هذيك اللحمة الموجودة بين أفراد المجتمع، يعني حين نتماسك
لا يمكن لأي عدو أن يقهرنا. يعني حينما نتمسك بالقرآن الكريم ونتمسك بهويتنا يعني يصعب على العدو بأن يخترق صفوفنا. ولعل هذه الهزمة الشرسة التي نراها الآن من خلال شراء الذمم وبيعها، يعني القضية الفلسطينية يعني في سياسة دولتنا الجزائرية يعني موقف رسمي يجسد الموقف الشعبي والوجدان. يعني القضية الفلسطينية تعيش في وجداننا، في أي شخص، يعني أي مواطن وأي فرد من أبناء هذا الشعب الجزائري لا يتقبل هذا الموجة، يعني الهرولة نحو التطبيع. يعني احنا ندرك حجم هذا الموقف اللي جسده ذكره رئيس الجمهورية شفاه الله وعافاه، يعني لما قال يعني استنكر هذه الهرولة نحو التطبيع. يعني أنا دائما نعاود نرجع على ذكرت هذا الشيء هذايا. يعني القضية الفلسطينية يعني قضية جوهرية بالنسبة لنا، وتمثل يعني في كل وجدان كل فرد جزائري، ونستطيع أن نحصن هذا الموقف، يعني ندعم الموقف الرسمي تاع الدولة تاعنا بهذا التماسك حتى لا نهدد في وحدتنا ولا نهدد في وطننا الكل. يعني مرة أخرى أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم. والله موقف معناها لا أستطيع أن أعبر عن هذه الفرحة اللي راني موجود أني بين حافظة كتاب الله وخدام كتاب الله عز وجل. لا يوجد أشرف وأعظم ممن يخدمون كتاب الله عز وجل. نسأل الله الثبات والإخلاص، وربي يبارك فيك إن شاء الله. آمين. حفظك الله ورعاك. ربي يجزيك إن شاء الله. نعود إليك الأستاذ أحمد، وبجانبنا معاذ علي الطفل علي. الأستاذ أحمد، كيف تعاملت المدارس القرآنية بعلبل مع جائحة كورونا؟ طبعا معروف أنه الجائحة هذه حرمتنا من سماع تلاوات، من سماع دندنة هؤلاء الطلبة القرآن الكريم. لكن من حرص الجمعية أو المعلمين القرآن ما انقطعناش على الطلبة، عبر الهاتف كانوا المعلمين يلقنوا الطلبة تاعهم وفي نفس الوقت يعرضوا عليهم. وكاين اللي كرر دار تكرار معناها ثبت الحفظ نتاعو، فأكيد استغلينا هذه الفرصة ولم نضيعها، ولا نستطيع أصلا أن نعيش بلا سماع القرآن الكريم وخدمته. مش أنا، حتى معلمي القرآن والطلبة من يغرس الله سبحانه عز وجل فيه القرآن لا يستطيع أن يصبر على هذا. يعود إلينا مصطفى معاش، الأستاذ بلال، الأستاذ بورزقة، أعانكم الله وجنود الخفاء على ما تقدموه من جهد للتعريف بقامات والعلم والمعرفة، وأساتذة لهم الفضل علينا في إرساء سفينة الحب والإخاء والمعرفة. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. ياسين خنيش، سلامي الحار الأستاذ الفاضل أحمد الود، والحضور كل باسمه، ولكم مني فائق الاحترام والتقدير والعرفان. نسأل الله أن يرفع عنا الوباء ويشفي جميع مرضى المسلمين. آمين يا رب. لا نخرج الأستاذ أحمد، نخرج من جو القرآن الكريم ومن جو الكشاف الإسلامي الجزائرية ومن جو معلم القرآن إلى شخصية أحمد الود. ممكن نعرف ما هي أكلتك المفضلة؟ الأسئلة طالما الصحفيين الذين يمتهنون هذه المهنة يسألون هذه الأسئلة. واش نقول لك؟ كاينه وجبة أنت قلت لي راني جاي نسجلها معك، وجدها لي. واش هي الوجبة؟ الدنجال. أنا أفضل وجبة عندي الدنجال. أفضل وجبة عندي الدنجال. وهذا غريب، هذا غريب هذا أنا أفضله حتى على اللحم. الدنجال الوجبة المفضلة عندي.
هل لعبت كرة قدم؟ ما لعبتها بكري وأنا لست رياضيا أصلا. إيه. وهذا ما يسبب الكثير من الحزن لأني لست رياضيا، وأتمنى أن أكون رياضيا، لأنه يعني تعبت ياسر من باش ندير في الرياضة. ما درت ولا رياضة؟ والو كنت نلعب كرة اليد شوية يعني. ما فيهاش والو، ست غير فوتيه نورمال. إن شاء الله إن شاء الله أولانا إن شاء الله. مازال صغير الله يبارك، ودير عندك رياضة الفوتينغ، عندك يجينا الوالد. السباحة، عندك لا السباحة الحمد لله أنا سباح ماهر. سباح؟ نعم أنا سباح ماهر الحمد لله رب العالمين. يقولوا واحد مثل يقولوه البحر يدي العوام. نعم. هل هذه القاعدة لها صحة؟ أكيد. أنا كل ما أروح البحر أقوم بإنقاذ تقريبا في كل رحلة للبحر، أنقذ كثير من الغرق، كثير في كل رحلة. وطبعا العوام صح اللي يروح بعيد ومن بعد يديه البحر، يعني يلعبها على البحر يديه البحر. هذه المعنى وقيل بالعامة هذه هذا المعنى تاعها، يلعبها على البحر يديه البحر، يروح بعيد صحيح يتعب. هل زرت دول خارج الجزائر؟ مكة المكرمة الحمد لله رب العالمين. وهذه لابد أن أذكر هذا الأمر بكثير من الإجلال والاحترام والتقدير للذين كانوا سببا في إهدائي، وهي إهداءها فوق إهداء العمرة. فشباب جمعية عطاء والجلفة الولائية جمعية شبابية دعوية في بعيدا عني في غفلة مني، وهذا اللي كانت ديما نقول فيها ما قدرش نفوق لهم. قدروا يجمعوا هذا المبلغ، قدروا يتواصلوا مع الحاج محمد حسين الذي من ورقلة، الذي أقدم له أيضا جزيل الشكر، لأنه أهداني العمرة، هو اللي أهداني العمرة، وهم جملوا العمرة على أساس أنا كنت جملوها لنايا، ومن بعد هو زاد أهدى العمرة فداو معي الزوجة نتاعي. الله يبارك. فالحمد لله ربي يحفظهم إن شاء الله. هم كانوا سببا في زيارة بيت الله وفي زيارة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كانت الخرجة الوحيدة والأولى والأخيرة. إن شاء الله نرجع له. إن شاء الله. لو منحت لك فرصة زيارة دولة سياحية ماذا تختار؟ سياحية؟ نعم. نلحق منش من هو السياح. أنا إذا اختير لي أنني نزور دولة سأزور فلسطين. نعم. وأصلي ركعتين في بيت المقدس. وبالمناسبة إن شاء الله ما يقاطعني السعدي، أنا ابني علي طه، هذا بس مليح ما تتحدثش، هذا مسميه هنايا طه علي الفاتح. وكنت وهي نية إلى الله سبحانه عز وجل خالصة أنه يكون فاتحا للقدس، أو على الأقل في الجيش الفاتحين للبيت المقدس. وربيت على هذا الأمر، ربيت على هذا الأمر. فهو إن شاء الله فاتحا، وادعونا لكم رجال صالحين إن شاء الله صالحين يكون في هذا إن شاء الله في هذا الجيش والله الذي سيحرر الأقصى من الأجناس ومن الأنجاس الصهاينة عليهم لعنة الله. الأستاذ أحمد، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة هو كلمة قد تكون فيها كثير من الأجزاء، هي من حسن ظنك بي والأستاذ أحمد بورزقة ربي يجزيه إن شاء الله كل خير، وسي عبد الحميد، من حسن ظنكم بخيكم، فاعتبرتم أنه ديروا هذا. وسي عماد الذي أكن له أيضا كثير من المحبة وربي يحفظه إن شاء الله، فهو نموذج للشاب الناجح المتميز ربي يبارك فيه إن شاء الله. أحسنتم بنا الظن، وأنا في درجة أقل كثيرا أن يخصص لي لقاء. أنتم أحسنتم بي الظن ربي يجزيكم كل خير، هذا أولا. وثانيا شرفتمونا بهذه الزيارة، ربي يجزيكم كل خير وربي يحفظكم إن شاء الله. وهذا راه بيتكم
وارواحوا ليه في كل وقت، ارواحوا بلا الشيخ بلال وبالشيخ بلال. بلال الشيخ بلال مربي تاعي الشيخ بلال. في 89 كنت ضمن الشباب الذين يرعاهم، ربي يجزيك كل خير، وهذه معروفة، ربي يحفظك إن شاء الله. قد كنت أو من القلائل الذين أثروا فيه وتركوا فيه بصمة. وأنا دائما أقول هذه الكلمة، أقول أن الشيخ بلال رسم لي معالم الطريق، معالم طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. معالم طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أول مبادئ الدعوة تعلمتها منك، ربي يحفظك إن شاء الله، ربي يجزيك كل خير. نصيحتي للشباب: حفظ القرآن الكريم فيه كل الخير. بياتك يقول لك اللي حافظ القرآن الكريم ما تخاف منه ما تخاف عليه. ويقول المثل أيضا: علم ابنك القرآن الكريم والقرآن يعلمه كل شيء. القرآن الكريم بركة كبيرة ونور يدخل القلب ويظهر في الوجه، وينطلق لسان العبد ذاكرا لله سبحانه عز وجل. وهل من نعمة أفضل وأعظم وأجل من ذكر الله سبحانه عز وجل؟ والقرآن الكريم تعهدوه أيها الشباب حفظا وتلاوة وتدبرا، واعرضوا كل شيء شغلكم في هذه الدنيا، في دنيا الناس هذه يشغلكم، اعرضوه على القرآن الكريم. فوالله العظيم عندما قال سيدنا أبو بكر: لو ضاع مني، أو قال بعير، لا وجدته في القرآن الكريم. فهذا الأمر أكيد أنه كل شيء في هذه الدنيا، أي مشكل حل لا تجد الحل في القرآن الكريم. وهذا بتجربة كبيرة جدا لا يسعنا ذكرها الآن. أيضا أشجع الذين لهم مؤهلات وقدرات على أنهم يقومون والله يشدوا زمام المبادرة، أنهم يشتغلوا في هذا المجال، يشتغلوا في مجال القرآن الكريم. وهي بركة كبيرة. لعله كن جال الوقت يسمح، لعله أذكر كثير من الأشياء التي تشجع على حفظ القرآن الكريم، منها البركة في الرزق، في الحياة، في الدنيا، في الأولاد، في الأهل، في كل شيء، حتى في المدينة. أذكر هذه القصة وقد أختم بها. كان واحد المعلم أستاذ يجي هنا يعس الباك في المسعد، هو بالمناسبة من مدينة مسعد، يجي هنا حارس في البكالوريا، فكل عام يحرس. واحد العام تلاقيت معاه في صلاة الظهر هنا في المسجد، قال لي: يا أحمد نسقسيك. قلت له: تفضل. قال لي: عين بل تغيرت. قلت له: أنا ظننت يقصد في العمران وكذا. فقلت له: إيه صح، عين بل كبرت وكذا. قال لي: لا. قال لي: منش نقصد هذه. قال لي: أنا قبل كنت تجي العين بل كان فيها، ما نقولش كانت فيها هذيك الشوش هذيك، وكانت فيها السفور بعض الاسماء، فأصبح فما لقاش هذه الظاهرة، ما لقاهاش. قال لي العام اللي فات والسنة قال لي: لقيت الشبيبة مريقلة، الشوش ما كانش، بنات متحجبين، العقالة، الهدوء. وشنو السبب وشنو؟ أنا الحق فكرت معاه، ومن بعد قلت له: لعله القرآن الكريم. قلت له: فتحت مدارس قرآنية وكذا مع غيرنا، قلت له مش وحدنا، فتحت مدارس قرآنية، وبالتأكيد هذا الأمر لا قلته. مش قاعد الطلبة اللي في المدارس يقرأ في القرآن الكريم، لكن بركة القرآن وبركة هؤلاء الذين يدرسون أفضت البركة على المدينة كلها، فأصبحت المدينة وكأنها محروسة بالقرآن الكريم. هذا هي نقول لكم حاجة، والله فيها حتى كرامات، فيها كثير من الكرامات لا تذكر في هذا الموقف إن شاء الله، أو في هذا في لقاء آخر إن شاء الله. إن شاء الله, الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. جزيل الشكر، أكرر هذا الشكر
ومن خلال هذا البث المباشر للطلبة، هم كالبدور، بدر الله يبارك لك، شوف فيهم منورين، ربي يجزيهم كل خير. نعمة كبيرة عندما هو التعب بتاع الإنسان، هو كان أكيد تعب، هو خالص لله، لكن الذي يزيل ذلك التعب وذلك الطريق الطويل الذي يطوى تزيله النتائج وتزيله الثمرة، عندما تقطف أو ترى بعينك هذه الثمار. وهؤلاء الطلبة حفظ كتاب الله. بالمناسبة رمضان اللي قبل اللي فات شدينا أغلب المساجد صلوا فيها التراويح، هذون صلوا التراويح بالناس، هذا الأطفال صلوا التراويح بالناس في المساجد. فهل هناك نعمة أعظم وأجل من هذه النعمة؟ لا أعتقد بالتأكيد. هذا أمر عظيم جدا. مشكورين مرة أخرى، مشكور الشيخ بلال يعني على هذا الاستضافة. ربي يبارك فيكم إن شاء الله وربي يحفظكم. فقط نكمل هذا آخر كلمة عادية. ما تقولوش الطلبة راهم مش رومانسيين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر رومانسي. أنا بهذه المناسبة أقدم رسالة إلى زوجتي. هي راه بنت عمك، راكم تشوفها كنشكرها. بنتنا ايه يا من مسعد، راكم تعرفوها بالك. لكن أقدم لها رسالة، أسأل الله سبحانه عز وجل أن يحفظها ويبارك فيها ويرزقها إن شاء الله أولاد إن شاء الله آخرين غير علي ولاء، نادي ولاء وعلي، الله يبارك، وربي يحفظها إن شاء الله. فكانت خير معين وخير سند لي، وتعبت معي ياسر. ربي يحفظها إن شاء الله، ربي يبارك فيها، ربي يجازيها إن شاء الله، وربي يبارك فيها إن شاء الله. وإن شاء الله ربي يجعل كما رزقني الله بها في الدنيا أن تكون إن شاء الله زوجتي في الجنة إن شاء الله، أنا وياها إن شاء الله بإذن الله. ودعاءكم لولاء وعلي عشان يعودوا من حفظة كتاب الله ومن الصالحين المصلحين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن معنا أخيرا عماد بورزقة. تكلم الأستاذ بورزقة والآن يتكلم الطالب بورزقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حمد الملهم الصواب كاشف الأوصاب والصلوات الكاملة وتحية المتواصلة على سيدنا محمد الأمي أفصح من نطق بالضاد. أما بعد سماعنا للقاء الشيخ أحمد الود رئيس جمعية سنابل لتكريم حفظة القرآن الكريم، وبعد جمع لمة حفظة القرآن الكريم، هذا المجلس الذي الآن تحته الملائكة صراحة أثر في ومن شدة الوجوه النيرة التي أضاءت المجتمع هذا، وإن شاء الله ستضيء مستقبل البلاد، وستضيء دروب ولاية جفا كاملة، وخاصة درب مدينة دائرة عين البل. صراحة أتقدم بشكري إلى الشيخ أحمد الود بورصة أحمد الشيخ بلال دب وجميع حفظ القرآن الكريم. هنا سأحكي حكايتي مع الشيخ أحمد الود الذي تعرفت عليه بعد بث فيديو لي مع الشيخ بلال دب الثاني. علق في الفيديو قال له بلغوا تحياتي وإعجابي به، فكان ردي في التعليقات بلغت تحياتك وإعجاب به، ففاجأني بطلب صداقة. وهناك بدأنا نحكي وتعرفت عليه جيدا، حتى أخبرني أنه رئيس جمعية تكريم حفظ القرآن الكريم، وأخبرني عن سيرته الذاتية التي هي بدوره أعجبتني وألهمتني. وإن شاء الله نصبح جميعا مثل أحمد الود، فهو قدوتنا الحسنة في حفظ القرآن الكريم. تمنيت لو أني أعيش بعين البل، والله العظيم تمنيت. سنتركك الآن في عين البل. خلوه عاد خلوه يعني ربي يعاونك إن شاء الله. صراحة الود الذي هو أنارنا بوجهه اليوم، وكتب لنا مستقبلا باهرا وقدوة حسنة لنا ولجميع حفظات القرآن الكريم. أول الذي تعرفت عليهم اليوم هو طالب محمد.
الذي بدوره كان أيضا ما شاء الله درس بالجامعة. الجامعة ما شاء الله هو في الجامعة أصحاب ثانوي وثالثة والله. عليك ربي يحفظك. صراحة ما شاء الله ما شاء الله قدوة لأمثاله ولأطفال الصغار طاهر وأيضا الذي أصغر منه حمزة وطاهر نبدأ كفين بالواحد. الشيخ طاهر الذي هو بعبته البيضاء صراحة حلة بيضاء حلت علينا هذه الليلة. والحافظ الصغير حمزة الذي صراحة انبهرت عندما رأيت أصغر حافظ قرآن الكريم والذي ختمه في سن مبكرة. وكما أخبرني الشيخ أحمد أنه قد صلى بهم صلاة التراويح. الأمر الذي جعلني صرت وأنا أفكر في أترابه أو أكبر منه سنا. كيف كيف لا يحفظون القرآن ومثل هذا الطاهر صراحة نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. في هذا المجلس المبارك صراحة تمنيت أن يكرره الزمن لأنه سيفنى بعد لحظات. تحياتي لكامل سكان مدينة مسعد وسكان عين الإبل وكل رؤساء جمعية تكريم حفظة القرآن الكريم وعلى رأسهم محمد الود. تحياتي إلى الحاضرين لهذا المسجد والسلام عليكم. وسنتركك هنا. الكلمة التكريم برك. نعود إلى التكريم برك. نشكر الخاوة إن شاء الله على التكريم هذا، على تكريم المصحف كتاب الله سبحانه عز وجل بهذه الميدالية. ربي يجزيهم إن شاء الله خير. هذه ميدالية تميز. ميدالية تميز. بارك الله فيكم. ربي يجزيكم إن شاء الله خير. ربي يحفظكم إن شاء الله. جزاكم الله. إذن من يختم لنا يختارون أحدكم يختم لنا الجلسة. من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. ربي يحفظك إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين هنا ينتهي لقاءنا مع الأستاذ أحمد الود ومع الأستاذ المعلم بن أحمد عبد الرحمن والقائد بكر الود وثلة الطلبة حفظت كتاب الله العزيز الكريم. هنا سيتجدد لقاؤنا إن شاء الله في لقاء آخر مع شخصية أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء وأن يحفظ الجزائر وأن يشفي رئيسنا ويعيده إلى الوطن سالما غانما إن شاء الله ويوفق أبناء عين الإبل جميعا وأن يجعل هذه المدينة آمنة مستقرة طيبة بأهلها إن شاء الله. الأستاذ أحمد نشكرك جزيل الشكر على أولا حسن الاستقبال وثانيا رحابة الصدر ونتمنى لك التوفيق والسداد وأن يعطيك الله سبحانه وتعالى ما تتمنى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.